بتقعدي تنبهي على ابنك ممنوع تلمس الحاجه دي، وبعد اقل من دقيقه واحده بالظبط بتلاقيه يرجع تاني يمسكها. لو ابنك عنده شغف ان هو يتحدى القواعد وان هو يجرب كل حاجه بطريقته الخاصه، فده مش معناه ان هو عنيد، بالعكس ده معناه ان هو مفكر مستقل وبيحب الابداع. الاطفال اللي بيكرهوا القواعد مش مشكلتهم في القواعد او في التعليم، مشكلتهم الحقيقيه في الطريقه اللي بتخليهم يحفظوا ويمشوا على منهج ثابت من غير ما يجربوا بنفسهم. الاطفال مش كارهه التعلم، الاطفال بتحب الاستكشاف اكتر من التلقين، وهنا بيجي دور البرمجه والذكاء الاصطناعي كحل مثالي. طب ليه؟ لان البرمجه والذكاء الاصطناعي مش مجرد مجموعه اوامر، ده حاجه بتعلمهم الحريه في التفكير، بيشوفوا كل مشكله ويفكروا في اكتر من حل ليها، وكل حل بيطلعوه ممكن يتكتب ككود باكتر من طريقه. في تيكا تك مش بنقول للطفل اعمل كده وما تعملش كده، احنا بنسيبه يجرب، يغلط، يصلح، ونسيبه بنفسه يكتشف الحل الافضل. تخيلي ابنك بدل ما يقعد يكسر القواعد يبدا يخلق قواعده بنفسه ويشوف مشاكله كفرصه للابداع مش عائق قدامه. لو ابنك من النوع اللي بيحب يجرب بطريقته الخاصه وبيسال دايما ليه لازم نعمل كده، يبقى البرمجه هي افضل طريقه نستغل بيها فضوله وابداعه. سجلي له معانا في تيكا تك وخليه يحول التحدي لانجاز حقيقي.